واش الخوت دبرت لكم على واحد القصه، اش نقول لكم، ما نقدرش نوصف الصراحه. دبرت عليها من اعماق الانترنت، شبعانه تفاصيل، شبعان احداث وغموض، والنهايه ساطره ما غاديش تسيق الصراحه. دابا ما غادي نقول لك لا لايك لا اشتراك لا حتى شي تخربيقات، حتى غادي ديرها لراسك. غادي نحاول نتقن السر ديال هاد القصه هذا باش ما نخسرهاش، حيتاش فيها بزاف ديال الجوانب. غادي نشوف واش غادي نقدر ننتقل بيناتهم بسلاسه وصافي بلا ما نطول عليك كثر. يلا نبداو نيشان. واحد النهار كان سخون في الصيف ديال 2018. واحد البنت سميتها اليكسيس ستيرن كانت جالسه في طوموبيلتها جديده من نوع ديال الفورد في اللون الاحمر. كانت جاتها هديه من عند والديها بمناسبه انها جات الاختبار ديال السياقه واللي هو البيرمي. وفي الجانب ديالها كان جالس معها الصديق ديالها اللي سميتو روبين. كانوا كيتساراو غير بجوج بيهم، كانوا كيستمتعوا بالطوموبيل الجديده. شويه هو يصوني لها التليفون، هزات باش تشوف شكون، ولكن النمره ما طالعاش، يعني كيصوني على شي رقم مجهول ولا بلانكوني. دافع الفضول جاوبات التليفون عادي، قالت هاي شكون معاك؟ قال لها هاي انا الضابط ديال الكوميساريه اللي تابع المنطقه ديالكم، وعندك واحد الاستدعاء وخاصك تجي عندنا ضروري في اقرب وقت. اليكسيس خلعت شويه، جاوبته وقالت ليه ياك لاباس اشنو هاد المصيبه اللي درت، حيتاش ما عرفتش. البوليسي طمأنه وقال ليها لا ما درتي حتى شي حاجه غلطه، غير خصك تحضرين لينا ضروري. اليكسيس ديك الساعه غادي ترجع للطوموبيل وغادي تمشي لديك الكوميساريه. غير غادي توصل غادي يشدوها في البلاصه وغادي يدخلوها لواحد الغرفه ديال الاستجواب بواسطه واحد جوج ديال الضباط اللي كانوا كيعاملوها بطريقه طريقه ومزروبين. اليكسيس مازال ما فاهم حتى شي حاجه من هادشي اللي طاري. قلت لهم راه ضروري غادي يكون شي سوء تفاهم، صبروا شويه وقولوا لي شنو طاري باش نتفاهموا ونشوفوا شنو. ولكن ما كان لا سوء تفاهم لا والو. فاش الضباط شرحوا ليها شنو كاين، ولكن الراس ديال اليكسيس قرب يتفرقع بقوه هذاك الشيء اللي سمعها. مستحيل انها تسيق. واحد من داك الضباط جلس على الكرسي وقال لها اسمعي مزيان، راه كاين واحد تهديد كبير على الحياه ديالك، شي واحد باغي يقتلك. فاش سولات الضابط على شكون هذا اللي باغي يقتلها ما قدرش يجاوبها وقال لها باقي ما عرفناش. داكشي علاش جبناك لهنا بسرعه. الحاجه الوحيده اللي عارفينها واللي هي هذا القاتل اللي باغي يقتلك وظف واحد القاتل ماجور من الدارك ويب، واحد الموقع كاين تماك سميتو كيمورا هيتمان. اوكي دابا غادي نخليو اليكسيس والبوليس شويه وغادي نحولكم لواحد الجهه ثانيه ونشوفوا الجانب ديال الشخص اللي باغي يقتلها. وغادي نرجعوا بالوقت جوج سيمانات قبل ما غادي يعيط البوليس اليكسيس. واحد الشخص مجهول الهويه سميتو ماستر مان 365 دخل الموقع كيمورا هيتمان من خلال واحد المتصفح مشفر. وهذا الموقع ديال كيمورا هيتمان كيقدم الخدمات ديال الاغتيال ولا بغيتي تقتل شي واحد. ماستر مان 365 دخل وصيفط الميساج للادمين ديال الموقع وقال ليه الهدف بغيت يتم القتل ديالو عن طريق قرطاسه في راسه، ما بغيت حتى شي احتماليه انه يقدر يعيش. وموراها ومع هاد الرساله هذا صيفط $5000 بالبيتكوين. الادمين اللي مسؤول على المنظمه ديال كيمورا هيتمان وزاد صيفط حتى التصويره ديال الضحيه، وهاد الضحيه هذه هي اليكسيس ستيرن. شكون هو الشخص هذا اللي باغي يقتلها؟ اوكي دابا خليونا من ماستر مايند 365 وغادي نرجعوا دابا الزمن القدام فين كنا في الاول عند اليكسيس وديك جوج البوليس. دوك البوليس من بعد ما قالوا هادشي لاليكسيس رجعوا عند الدار بالحمايه ديالهم وقالوا ليها بلي هاد الاخبار يلاه وصلتنا، يعني على الاقل مازالك شي سيمانه ولا اكثر باش يدير الهيتمان الحركه ديالو. حيتاش كان محترف راه ما غاديش غير يجيو يهاجموا، ولكن غيجلس مده طويله كيراقب المنزل ويكشف الحركه ديالك ويدرسها، من بعد عاد غادي دير الحركه ديالو. وحيتاش اليكسيس حتى هي في خبرها هادشي، حتى هي عندها الوقت باش توجد راسها. ركبات انظمه حمايه اللي متطوره في الدار وغاليه بزاف، بحال مثلا اشعه الليزر مستشعرات حراريه كاميرات، وايضا شرات ادوات ديال الحمايه اللي غيخليوها تدافع على راسها. وايضا دخلت للدروس ديال الام ام اي بحال داكشي ديال اليو اف سي باش تتعلم تقاتل وتدافع على راسها. فاش الصديق ديالها سمع الاخبار بدا كيعاونها وبداو كيشريو بزاف ديال السكاكين المتنوعه وحطاو الدار. ومع القصه ديال اليكسيس دارت الضجه شويه، القضيه مابقاتش معتمده فقط على البوليس، ولاو كيدخلوا دابا حتى الاف بي اي، والبوليس ولاو كيديروا شي خدمه خفيفه وصافي، ولكن الخدمه الصحيحه ولات الاف بي اي اللي كديرها. مشاو كيسولوا اليكسيس قالوا ليها واش فيه شي واحد عصبتيه ولا درتي له شي حاجه خايبه في هاد الاشهر الاخيره. اليكسيس ما عرفت حتى شي حاجه وقلت لهم لا، حيت هي اصلا مسالمه في اغلب الاوقات ومستحيل تكون دارت شي حاجه لشي واحد لدرجه انه يخليه يقتلها. لكن من بعد غادي تفكر واحد الحاجه اللي غادي تخلي وجهها صفر، غادي تقول الاف بي اي نقدر نكون درت شي حاجه اللي غادي تخلي شي حد معصب، واللي هي تفرقت مع واحد الشخص كانت كتهضر معاه من بريطانيا سميتو ادريان. في ديك اللقطه كان باين باللي صافي اكسبتا القرار ديالها، ولكن الطريقه باش تحملها كانت خايبه بزاف. ولكن اليكسيس اصرت انه ما نعرف كيفاش القلب ديالو يكون محطم، راه مستحيل يوصل لهاد الدرجه ديال انه يوظف قاتل ماجور عليا انا. ادريان كان ظريف بزاف وما كيحملش يشوف الدم اصلا، وحتى الافلام اللي فيهم الرعب ولا اللي فيهم العنف ما كانش كيبغي يتفرج فيهم اصلا. العملاء
العملاء ديال الاف بي اي اللي كانوا كيهضروا معاها صافي قيدوا السميه ديال ادريان، قالوا لها غادي نمشيو دابا ولا احتاجينا شي حاجه غادي نتواصلوا بها. العملاء مشاو، ولكن اليكسيس في الايام القادمه غادي تحول الحياه ديالها للجحيم بسبب الصحه النفسيه والجسديه ديالها اللي غادي تدهور. ديما حاضي جنابها اللي جا حد يقتلها، ديما كتشوف وتقلب الناس ما كتنعش مزيان كاع. واحد الحاله ديال الرعب والارتياء والقلق وصلت لاعلى درجه، فاش كتكون خارجه ديما كتشوف الناس اللي كيشوفوا فيها يكون هذاك الشخص هو اللي غادي ينهي حياه هذاك النهار. كتشوف موراها من تحت منها، من تحت الطوموبيلات، واحد الحياه فريمون العذاب. دابا غتكون كتسائل كيفاش بلده صغيره فيها كوميساريه وحده قدروا يعرفوا هاد المعلومه ديال الاغتيال اللي الضحيه ديالها هي اليكسيس. قدر يجي في بالك الاف بي اي ولا سي اي اي يقدروا يطلعوا هاد المعلومه هادي، ولكن ماشي هادشي كامل. اليكسيس كتشكر شخص واحد على هاد المعلومه القيمه اللي تقدر تنقذ لها حياتها، وهو اللي قالها للبوليس. هاد الشخص هذا هو كريس مونتيرو. كريس الخدمه ديالو كلها دايره بحال الوايت هات هاكر، واللي هو واحد النوع اللي عنده كاع المهارات ديال الهاكر، ولكن كيستعملها في حوايج مزيانين وما كيضرش بها الناس، وبالعكس كيعاون بها الناس. وهادو هما الوايت هات هاكر اولا القبعه البيضاء، عكس البلاك هات هاكر اللي هو الهدف ديالهم يخربوا ولا يدمروا الحياه ديال الناس. كريس كيخدم مع البوليس وكيكتب لهم تقارير على داكشي اللي كيلقى من خلال التحقيقات العميقه ديالو في الدارك ويب والتجسس على دوك المواقع. واحد الليله كان جالس كيتعمق في هذا البحث هذا، وطاح على واحد الموقع اللي هو كيموراه هيتمان، واللي هو واحد السيت اللي كيعطيك الامكانيه توظف قاتل ماجور. وهاد الناس كيكونوا محترفين بزاف، وشي مرات كيكونوا جنود سابقين في الجيش الامريكي، يعني تيكونوا مدرينين وعارفين شنو تيديروا، وهادشي مقابل واحد القدر ديال الفلوس. ولكن ماشي غير عمليه القتل اللي تقدر تشريها من السيت هذا، ولكن اي حاجه غير تكون عندك فلوس ديالها، مثلا الضرب والاعتداء، التعذيب والاختطاف. يعني ما عندهمش المشكل في انهم يديروا اي حاجه، ولكن الفرق في شحال ديال الوقت باش تتم العمليه. يعني الوقت اللي خصهم باش يقتلوا شي واحد ماشي هو الوقت اللي خاصهم باش يختطفوا شي واحد. وكريس وهذا الموقع هذا دازهم بزاف ديال الحرب ما بيناتهم، لدرجه ان كريس ديجا طيحت السيت، ولكن الادمين كينوض يصوب واحد جديد وجوج وثلاثه، وكانوا كيتفرقعوا قبل ما يوصل لهم ويسد شي واحد فيهم. القصه ديال كريس والادمين ديال كيمورا هيتمان طويله بزاف، مبغيتش ندخلها في هذه القصه هذه باش ما نخربقكم، ولكن اللي خاصكم تفهموه واللي هو ان كريس في المحاوله ديال انه يطيح هذا السيت هذا طاح لواحد مجموعه ديال الداتا ديال مجموعه ديال الضحايا، ومن بين هاد السميات هادو كان السميه ديال اليكسيس. وهاد الداتا هادي شدها وترانسفيرها نيشان للبوليس والاف بي اي بطريقه مجهوله باش ما يعرفوش شكون مصيفط. الاف بي اي عندهم واحد السيستم اللي هو ما كيقبلوش الادله اللي جايه بطريقه غير قانونيه، اما البوليس هو اللي تحركوا بناء على ديك الداتا، وحتى القضيه ولات كبيره عاد جاو الاف بي اي ودخلوا فيها. كاينين بزاف ديال السيتات اللي كيخدموا بحال هاد الخدمات، ولكن كيكونوا غير مزيفين، والهدف ديالهم هو ينصبوا على الناس ويديو لهم فلوسهم حيت كيخلصوا بالبيتكوين، والفلوس كتكون كبيره، ولا خلصتي صافي ما عندكش كدير ترجع فلوسك. ولكن للاسف ولسوء الحظ ديال اليكسيس هاد السيت كان حقيقي، الخدمات ديالو حقيقيه. غتقول لي كيفاش عرفتيها؟ اوكي تصنت لي. الداتا اللي سربها كريس كانت واحد السميه ديال واحد الشخص بيلوت سميتو ماركو. فاش بداو يقلبوا على ماركو باش يحضروه ويقولوا له سميتك هي كاينه في لاليست، لقاو ماركو ديجا مات، ولكن ماشي اي موته عاديه، تعرض لاطلاق نار في منتصف ديال جبهته. هنا عرفوا هاد السيت هذا بصح والقضيه ما فيهاش اللعب. اليكسيس في هاد الايامات الاخيره كانت عايشه العذاب، ما كتقدر تمشي بوحدها، ما كتقدر تجي من دراسة، ما كتقدرش تسوق الطوموبيل، وما كتقدرش تبقى وحيده حيت كتظن في اي لحظه تقدر الحياه ديالها تنتهي. والبلاصه الوحيده اللي كانت كتحس بها بالامان واللي هي مع الصديق ديالها روبين. ودابا غادي تصدر الكارثه والوقت ديال اليكسيس وصل، ولكن قبل شويه غادي ندوزكم للبوليس ونشوفوا فين وصلوا التحقيقات ديالهم. من خلال الداتا اللي وصلتهم عند كريس اكتشفوا بان الشخص اللي دار الطلب هو بريطاني. غادي تقول لي كيفاش داروا ليها؟ لاحظوا بلي الرسائل ديالو في السيت مع الادمين كان كيكتب ثانك يو ملاصقه، ماشي ثانك يو مبعده، وكانت عاده عندهم ملاحظينها في الرسائل ديالو كاملين، ماشي زعما كتبها غير مره واحده. وهاد ثانك يو ملاصقه كيكتبوها غير الناس من بريطانيا. والحاجه الثانيه اللي لاحظوها واللي هي ان حاولوا يشري من عنده حتى سلاح من الدارك ويب، وهنا حيت تاكدوا من هذا الشخص هذا انه بريطاني 100%، حيت شكون كان في امريكا راه تقدر تشري سلاح بطريقه قانونيه وتديه معك بما بغيتي، وما تحتاجش تشريه من الدارك ويب. ولا جاو يربطوا الخيوط غير شي شويه غادي يلقاو شخص واحد اللي عنده عداوه مع اليكسيس وساكن في بريطانيا، وهو الصديق السابق ديال اليكسيس واللي هو ادريان، يعني هو اللي دار هاد الطلب ديال الاغتيال. دابا غادي نرجعوا عند اليكسيس اللي جالسه هي والصديق ديالها في الدار ونشاهدوا اللحظات الاخيره ديالها كامله، حيت هاد النهار هذا هو نهارها.
اليكسيس غادي تكون جالسه مع الصديق ديالها روبين، عيانه شويه. روبين خلاها تك على واحد الخديه وناض لماريو، جبد واحد اللي قالت كانوا بغاو يتسماك ولبسهم في يديه، وجبد واحد الصمطه ديال السروال. قرب لاليكسيس شويه وحط لها الصمطه على عنقها، قالت ليه روبين شنو كدير؟ ليها غير كنقدك باش تنعسي مزيان ما تخافيش. وغادي يلوي على العنق ديال اليكسيس وغادي يزيرها بالزربه وغادي يسدها، وغادي يخلي اليكسيس جالسه كتخنق بوحدها وكتحرك في رجليها وجالسه كتشوف روبين مزيان حتى غادي تلفظ الانفاس الاخيره ديالها وغادي تموت. غادي يقرب لها روبين وغادي يقول حتى شي حاجه مش شخصيه، كندير غير خدمتي، واختفى. وروبين صدق هو القاتل المأجور، وكما قلت لكم قبيلات العملاء ديال هذه المنظمه كيكونوا حذرين بزاف، كيقلبوا على احسن طريقه باش ينفذوا بها العمليات ديالهم. واخا ادريان طلب انها تموت عن طريق رصاصه في الراس، ولكن ما كانش مناسبه انه يتيري فيها في ديك الساعه، لذلك قتلها بطريقته هو. روبين فاش كان كيراقب اليكسيس لاحظ بان يلا تفرقت مع ادريان، احسن طريقه هي يجي يدير بلاصه في حياتها دغيا يلقى طريقه مناسبه باش ينفذ العمليه ديالو. وفاش علموا البوليس اليكسيس بلي كاين شي واحد باغي يقتلك حدا راسك، روبين كانت ستريسا بزاف وقال ويلي منين جاتهم هاد المعلومات، وخاف ان كلشي يتقلب والعمليه تفشل. ولكن حيت هو محترف وديجا دار هادشي بزاف ديال المرات، وبقى كالم وتصرف كاي شخص يقدر يتصرف عادي وما بين حتى شي حاجه. لغد اللي غادي يجيو البوليس للدار غادي يدخلوا غادي يلقاو اليكسيس ميته وروبين مختفي. اما بالنسبه لادريان ما قدروا يديروا معاه والو حيت الادله ضده ضعيفه، كاين شي دليل دامغ على انه هو اللي دار هادشي هذا، يعني ما يقدروش يحكموا عليه حيت المشابه به كان كيقول ثانك يو لاصق، غادي يجيو صافي غايقولوا ليه انت اللي درتي هادشي. نو ما يمكنش. ففي الاخر ما غادي يديروا ليه والو واليكسيس غادي تموت. شو ما عرفت انا بالنسبه لك عزيزي المشاهد، ولكن انا بالنسبه لي صدمتني النهايه. كنت كتوقع اي حاجه من غير روبين، انا ما كنتش كتوقع كاع كميه الذكاء والحنكه اللي في روبين، راه ما يمكنش، لان الشخصيه ما كانوش حتى مركزين معاها في القصه حتى جات في الاخر وخرجتها هكايا من الجن. خوز ضروري تكتبوا لي كي جاتكم هاد القصه هذه في التعليقات، وما تنساش معاك ديك لايك. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، ونشوفوا فيديو جديد. بيس.